فبتبقى توازنات، وانا ضد التوازنات. اديني حقي ان شاء الله يا رب اخد كل الجوائز. لكن الملفت للنظر ان ال 12 جايزه اللي اتحطت فيما يتعلق بالاختيار الافضل، ال 12 جايزه مترشح فيها عناصر من المغرب في ال 12 جايزه. ده يوريك المغرب فين. يعني في ال 12 اخدوا على فكره 6 جوائز من ال 12. طب واحد يقول لي المغرب رايحه فين؟ يا جماعه ميزانيه الجامعه المغربيه بتاعت كره القدم باي ذا واي 200 مليون دولار. اليوم احنا نفهم من الماروك او لاكاف راهي تحت قبضه المغرب، واليوم ولات ملكيه خاصه. ملكيه هما عندهم الفكر هذا، ولات ملكيه لانه سي باسكو لو ماروك يفا بداو كوب دي موند وخارج المعايير لو 25 جور ابري ما غلقوا يعني لا دات ليميت يحطوا باسكو لو ماروك. وعلاش؟ هي قائمه خبيثه فيها لمسه مغربيه واضحه، فيها فضائح بالجمله. كي تكلمني على المنتخبات هي ماهيش اختيار او الامر الواقع التي يعني الامر الواقع الذي دفع الكاف الى ادراج اسم المنتخب الجزائري ضمن المنتخبات المرشحه لنيل لقب احسن منتخب في افريقيا. كي تشوف القائمه بوضوح تصير فيها 9 منتخبات تاهلت لكاس العالم فقط. 9 منتخبات تاهلت كاس العالم، ونقولهم لك اليوم هم لك: الجزائر، الراس الاخضر، كوت ديفوار، مصر، غانا، المغرب، السنغال، جنوب افريقيا وتونس. 9 منتخبات تاهلت كاس العالم. لكن يضاف اليها منتخب 10، وهو المنتخب المغربي لاقل من 20 سنه. ما محل هذا المنتخب من الاعراب؟ عندما نتحدث احنا اليوم ونشوف القائمه يقول احسن لاعب، وكاين احسن لاعب شاب. يعني كي تتكلم على المنتخبات تحصيل حاصل نتكلم على المنتخب الاول، دير احسن منتخب شاب مش مشكل، ولكن ان تدرج اسم المنتخب المغربي. احنا على اقصى تقدير الميزانيه الاجماليه لاتحاد الكوره لا تتجاوز 10 مليون دولار. بتتكلم 200 مليون دولار مقابل 10 مليون دولار. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير. ما النهارده بقت امكانيات وقدرات كوميرشال، كلها كوميرشال. يعني هذا هو الامر. مليون مبروك على كل اللي فازوا، مليون مبروك على نادي بيراميدز، نادينا الكبير الحبيب، اصبح هو افضل نادي في افريقيا. حاجه عظيمه جدا وتحسب تماما. ومهاجمه ايضا مايلي هو افضل مهاجم في افريقيا، شيء عظيم جدا جدا جدا. طيب جوائز من ال 12 اخذوا ايه؟ افضل لاعب افريقي اشرف حكيمي اللي هو نجم المغرب طبعا باريس سان جيرمان. افضل حارس افريقي اخذوا ياسين بونو حارس المغرب والهلال السعودي. افضل لاعب افريقي شاب عثمان معمى، وده طبعا مغربي، الذي توج مع منتخب المغرب تحت 20 عام بلقب كاس العالم. افضل لاعبه شابه ضحى المدني، ودي لاعبه منتخب المغرب لتكون المره الثانيه على التوالي اللي تتوج بيها. افضل منتخب رجال منتخب المغربي تحت 20 سنه زي ما قلنا. افضل لاعبه افريقيه غزلان الشباك، ودي لاعبه المغرب ونادي الهلال السعودي. اذا المغرب اخذت الافضل في 6 مراكز من 12 مركز. طب واحد يقول لي المغرب رايحه فين؟ يا جماعه ميزانيه الجامعه المغربيه بتاعت كره القدم باي ذا واي 200 مليون دولار. لاقل من 20 سنه ضمن قائمه المنتخبات التسع الاولى المتاهله لكاس العالم، هذا امر يثير الاستغراب. اش جيران اخوتي صبحوا مراد، اش توصلوني شي فيديوهات قال لك اسيدي الكولاسه والقوجاجه والعولاجه واكتساح تام الشريف، والمغرب جابها صحه وجابها دراع، وكاس العالم ديال الشباب واش ربحتو نتا؟ واش الكاتريام مونديال ربحتو نتا؟ لاعب معروف كان كينافس ديمبيلي على الكره الذهبيه نفسها نتا؟ واش احسن لاعبه مغربيه واش عندك نتا؟ ما فهمتش انايا هاد كريغلاتي هادو ديما حاشيني فهم. لقيت واحد مسكين خارج له قلبه يقول لك المغاربه داروها بالعاني في كل كاتيجوري عندهم زوج سيداتي سادتي، انتم في حضرة افضل لاعبة في افريقيا اظن ستايلها بيبين هي منين، من المغرب، واسمها غزلان او غزلان. وطبعا البالون دور مش في العالم بس في افريقيا اشرف حكيمي. قلت لكم قبل كده الكرة بقت عبارة عن ايه؟ ايوه المغرب وشوية تفاصيل صغيرة. وفيما يخص جائزة احسن لاعب في افريقيا انا نشوفه محمد صالح، اوسيمين، حكيمي، اشرف. يا ودي اصابة خطيرة، ان شاء الله يسلك، ان شاء الله يعود في اقرب وقت. لا علينا كي ضربت الله تشوف ترشيحات تاع الجوائز تاع لاكاف.
قصر وجه الله. روح درب طلع. احسن مدرب في افريقيا تلقى زوج مترشحين من اصل ثلاثه، زوج من المغرب. احسن لاعبه في افريقيا زوج من المغرب تلقاهم مترشحين. احسن مدرب احسن وسمو. روحوا ضربوا طلع على كاع المستويات كامل مغاربه. دوك حنا ما فهمناش، حنا نسقسيو، انا زعما طايحين على الناس كاع. واش يدل هذا؟ او حكمه بالمساك صاحبنا راه مزرب عليها. اشكو كاين محاباه، اشكو كاين ناس تميريتي، الله يعلم. ما كاين مرشح غير هدف تاع بايزيد، الله يعلم. هدف تاع بايزيد مرشح واقيل هدف السنه. اما الباقي روحوا ضربوا طلع الترشيحات كاع. احسن منتخب، احسن منتخب محلي، احسن منتخب كذا، احسن لاعيبه، احسن بيجوتري كاع تلقى زوج من المغرب، زوج من المغرب. شغل القاره كاع افريقيا واش صرا فيها احداث انديه حراس مدافعين مهاجمين توجد يكون جم من المغرب. هنا السؤال يبقى مطروح. انا توسوس كدا توسوس يكزيستي في كرة القدم. اسكو دوكا ما على باليش الكولاسه، اسكو محاكمينها، اسكو كدا كل هذا وهذاك. خاطونا عليكم في التعليقات. المغرب بتسيطر وبتكتسح جوائز الكاف. هو في كده يا جدعان؟ ما تسيبوا حاجه لغيركم. يعني افضل لاعب في قاره افريقيا بيتوج بيها لاعب باريس سان جيرمان واسود الاطلس اشرف حكيمي، الف مبروك يا عم. طب افضل لاعب شاب بيتوج بيها اللاعب عثمان معمة لاعب منتخب اسود الاطلس المتوج بكاس العالم، واللي في كاس العالم خد افضل لاعب. كمان افضل حارس مرمى بيتوج بيها ياسين بونو لاعب الهلال ومنتخب اسود الاطلس. طب لو رحنا لافضل منتخب داخل القاره، في مشهد غير مسبوق في تاريخ الكرة الإفريقية، اهتزت استوديوهات الإعلام المصري والجزائري بعد الإعلان الرسمي عن تتويج النجم المغربي أشرف حكيمي بالكرة الذهبية الإفريقية، متقدما على محمد صلاح وأوسيمين، وسط هيمنة مغربية كاملة على أغلب الجوائز الفردية لسنة 2025. التحليلات في القنوات المصرية والجزائرية تحولت إلى حالة من الذهول بعدما شاهدوا الإجماع العالمي على تفوق اللاعبين المغاربة داخل القارة وخارجها، خصوصا بعد أرقام حكيمي القوية هذا الموسم واعتراف الاتحاد الإفريقي بأن المغرب أصبح القوة رقم 1 في كرة القدم الإفريقية. فرغم إبداعه وتألقه على كل الملاعب العالمية، إلا أن احتفال الجماهير والإعلام المغربي في وقت واحد بالكرة الذهبية الإفريقية لحكيمي كان إن دل على شيء، إن دل على قوة الاحترام السياسي وروح الأخوة والمهرجان الرياضي.